لعيب كوره عنده قطع في رباط صليبي، ما بيلعبش كوره، تعبان، تعمل له عمليه 6 اسابيع، شهرين، 3، 4 بقى بيلعب. مهما كانت الدنيا زحمه، مهما كان عندك ريت عالي جدا من الحالات، لكن اتعلمنا ازاي تتعامل معاه. وازاي نحترم المريض. خدت السيستم الالماني، خدت الفكر الالماني، الديسبلينز الالمانيه، خدت الروح الالمانيه، وعملت المراكز بقى اللي بتاعتي اللي هي مراكز ايبل كلينكس. فرحه ان المريض رجع لحياته، طبعا هي دي اللي بتفرق في طبعا. حياتنا. وقلت له بقى وعد ما تشربش سجاير. هي الركبه بتتكلم؟ التشخيص في كلمه. مساء الخير. النهارده معانا جراح من اكبر واشطر جراحين العظام في مصر. درس في جامعه اسكندريه، سافر المانيا ورجع وتخصص في جراحه الكتف والركبه والمناظير والمفاصل الصناعيه. انا بشوف من وجهه نظري ومن وجهه نظر ناس كتير جدا ان هو من اشطر الجراحين في استخدام التقنيات الجديده، خصوصا في المناظير او المناظير المتعلقه بالكتف. رحبوا معايا في دوكاست بدكتور عماد مجدي رفائيل، استشاري جراحة العظام والمفاصل والكسور والمناظير. مساء الفل يا دكتور. مساء الفل يا اياد. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. منور الدنيا. ميرسي يا جميل. القعده الحلوه دي انا بقالي كتير عايز اقعدها ومش عارف امسكك وقتنا ضيق، معلش. جدا. ميرسي انا يا بشكرك حبيبي. جدا انت معايا ميرسي يا النهارده. حبيبي، ربنا يخليك. خليني بقى ابدا الموضوع معاك من الاول خالص. من الاول خالص. من الاول خالص. اوكي. خلصنا الثانويه، دخلنا الكليه، ايوه. طب جميل، الدنيا حلوه. ليه عظام؟ يعني ليه مش نسا؟ ليه مش نسا؟ ليه مثلا؟ ليه عظام؟ ليه مش اطفال؟ اي حاجه يعني، ليه عظام؟ بص، هو تخصص العظام يعني تخصصات ليه علاقه بالشخصيات شويه. حلو. تخصص العظام تخصص ناهي، يعني في اكشن. انا بحب ان انا كنت دايما بحب ان انا اخد تخصص اقدر يبقى فيه تغير سريع في حياه المريض. تخصص العظام كان بيحسسني بكده فعلا. يعني عيان مكسور اتعمل له عمليه شرايح مسامير، 6 اسابيع، شهرين، حياته اتغيرت، بقى بيمشي. ما كانش بيمشي بقى بيمشي. لعيب كوره عنده قطع في رباط صليبي، ما بيلعبش كوره، تعبان، تعمل له عمليه، تعيش معاه قصه 6 اسابيع، شهرين، 3، 4 بقى بيلعب. هي دي الفرحه الحقيقيه اللي انت بتاخدها. الفرحه ديت اللي بتاخدها ان انت جوه اوضه العمليات، حتى جوه اوضه العمليات يبقى كسر صعب وتعمله عمليه كويسه فبتبقى مبسوط. طبعا. حاله قطع في اوتار كتف تعمل لها منظار تخليها تبقى مبسوط. ده اول سبب خلينا ناخد جراحه عظام. تاني سبب طبعا، لا بس ده برضه تاني سبب، ده يعتبر اهم سبب، ان والدتي ربنا يديها الصحه، ربنا يديها فهي الصحة. كان ليها دور كبير ان انا كانت بتشجعك على اخد. الموضوع يعني؟ لا، من وانا صغير وهي بتمرمطني بعد دكاتره العظام وانا صغير كده. ده موضوع ليه سابقه. ايوه طبعا. اه كان عندها خشونه في الركبه، ومن وانا في اعدادي وفي ثانوي بنطلع من دكتور ده نطلع دكتور ده. بعد كده قلت لها ما ينفعش. قالت لي ما يلا، قلت لها ماشي. وكان تخصص العظام انا اتعينت في جامعه اسكندريه نايب اساسي. وكان ترتيبي 90 على الدفعه. حلو جدا. وكان وربنا وفقني ان احنا بنقعد كده اسمها قعده نيابات بعد ما نخلص الامتياز. وما كنتش اتوقع ان يجي لي عظم، وكنت مرشح ثالث في جامعه اسكندريه واتعينت في جامعه اسكندريه. حلو جدا. بصراحه بدين الفضل جدا في جامعه اسكندريه، وخصوصا مستشفى الحضره الجامعي، لان احنا كنا بنشوف كم حالات ما بيشوفهاش الدكاتره بره مصر في سنين طويله جدا طبعا جدا. طبعا. لقيت نفسي، يعني زي ما كده لقيت نفسي في مهنه جراحه العظام، لقيت شخصيتي يعني. بس دي كانت تشالنج جامده، ان هو والدتي كانت كده، فانا لا، انا هوريكي بقى الطب بيبقى ازاي في العظام. هي شجعتني، والحمد لله ربنا وفقنا وانطلقنا. طيب خليني اعرف منك بقى حاجه مهمه. الخبرات دي اهم ما بيميز اي دكتور او جراح. اكتسبتها ازاي؟ اتعلمت فين؟ عملت ايه؟ ما زي ما قلت لك، انا اتعينت نايب مقيم اساسي في جامعه اسكندريه لمده 3 سنين. يعني انا اتخرجت بتقدير جيد جدا مرتفع وترتيب 90 على الدفعه في دفعه 2003 جامعه اسكندريه. اول ما خلصت اتعينت على طول في الجامعه، من بعديها 2004 لحد ما خلصت 2008. الاربع سنين دول فارقين في حياتي جدا. طبعا. وده انا حسيته لما سافرت المانيا. ازاي؟ احنا عندنا كم هائل من الحالات. يعني انا مش هنسى ابدا مثلا العنبر اللي انا كنت ماسكه كان 18 سرير بس بندخل فيه 60 عيان. ايه ده؟ لان مستشفى الجامعه، مستشفى نريمان الجامعي، بتخدم كل محافظات شمال مصر قبل ما تبقى في جامعه كفر الشيخ وجامعه دمنهور والكلام ده كله. لا، جامعه اسكندريه كانت بتخدم كم كبير من الحالات. ومدرسه حقيقي، مستشفى الحضره الجامعي مدرسه فيها كم هائل من الاساتذه، كان ليهم فضل كبير علينا ان احنا نتعلم منهم كل حاجه، مش بس الطب، حلو. الايثكس، الديسبلينز، الالتزام،
يعني حياه مريض مهمه، مهما كانت الدنيا زحمه، مهما كان عندك ريت عالي جدا من الحالات، لكن اتعلمنا ازاي تتعامل معاه. وازاي نحترم المريض. مش معنى ابدا ابدا ان الدنيا زحمه في مستشفى الحضره الجامعي ان احنا ما كناش نحترم ان المريض يتعمل له احسن حاجه فعلا. ولولا الثلاث سنين دول ما كنتش قدرت اشتغل جراح عظام خالص. حلو جدا. طب خلصت انا الامتياز ايوه. وخلصت النيابه، وجبت تقدير جيد جدا في الماجستير، ناقشت الماجستير. اشتغلت سنه في مستشفى البترول في اسكندريه. حلو. وبعد كده وقت الثوره كنا فكرنا نهاجر. فكان احلى حاجه ان انا حلم كل دكتور جراح عظام يروح لبلد العظام المانيا. طبعا. خلصت اللغه الالمانيه، بعت شهاداتي. وجالي رد من جامعه كبيره في برلين ان انا اروح استضافه جاست ارتس. رحت قعدت شهر ونص لشهرين في مستشفى اسمها اوكابي برلين. استفدت جدا. اتعلمت السيستم الالماني اتعمل ازاي، ومن هناك قدمت على وظيفه كاخصائي جراحه عظام، واتعينت في جامعه علم في بايرن. اشتغلت بالفعل. اتعينت واشتغلت واتثبت وخدت تامين صحي وخدت كل حاجه في انت كنت ألمانيا. الماني خلاص يعني. كنت خلاص بقى خدت زي ما بيقولوا كده البلاو كارت. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا السيستم الالماني جميل جدا، بس انا كنت فاكر موضوع الايه الهايمات اللي هو ان انت تحس بدفء الوطن ده كلام بس. بالظبط. يعني انا كنت فاكره كلام، طلعش كلام. ما طلعش كلام. ما تقوليش. لا صدق. الحنين جابك. مش بس الحنين، بس لقيت ان انا مثلا دكتور وعندي 30 سنه، حلو. عامل اوريدي عمليات ضخمه جدا، مش بس الحمد لله ربنا وفق الواحد، بس انا اوريدي كنت ربنا اداني مكان قوي اقدر اتعلم فيه زي مستشفى الحضره الجامعي. لما انا سافرت المانيا لقيت ان الناس اللي هي عندها 50 و60 سنه اوريدي بتعمل اللي انا بعمله، فانا راح اتعلم ايه؟ فاوريدي اكتسبت من هناك التكنيك بتاع المناظير وانا في تمام. المانيا. ومع الوقت نظرا لظروف عائليه جديده، ان والدي ووالدتي كنت محتاج ارجع مصر، وولادي كنت محتاج ارجع مصر. فحسيت ان انا كنت عايز اسافر المانيا عشان اتعلم. لقيت ان الموضوع مختلف، ان العلم انت تسافر له، مش لازم تروح تغير بلدك علشانه. صح. ويعني ومش صح. لازم اغير الدنيا كلها علشان اروح اتعلم. لا، انا ممكن من ده اللي عملته بعد ما جيت من المانيا. خدت السيستم الالماني، خدت الفكر الالماني، الديسبلينز الالمانيه، خدت الروح الالمانيه، وعملت المراكز بقى اللي بتاعتي اللي هي مراكز ايبل كلينكس في اسكندريه وفي القاهره. وابتديت اطبق نفس الرول اللي انا شفته هناك في مصر. وخدت عهد على نفسي ان انا هروح للعلم مهما كان. بعد ما رجعت من المانيا ابتديت اسافر كل سنه في حته شكل، اقعد من شهر لشهرين اشوف كل ما هو جديد في عالم المناظير. سافرت نيس في فرنسا، سافرت امريكا في معهد سان دييجو لجراحات الكتف. ده حب العلم رهيب. العلم جميل، انت بتلف وراه، بيفرق معاك في جودة شغلك طبعا، وده اللي باين مع حضرتك دلوقتي. وسنة عن سنة مهما كانت تكلفته ومهما الدولار عام هنسافر برضه. ايوه صح. وهنسافر وهنتعلم علشان احنا بنستفيد، وده بيرفلكت على جودة شغلنا، ويرفلكت على المريض بتاعنا قد ايه بنحس ان كل ما تبقى بيرفكت اكتر كل ما النتائج تبقى احسن، كل ما البرسيز بقى احسن، وكل ما بقيت برسايز اكتر بتعشق انك تبقى مور بروفيشنال. صح. فبتجري ورا العلم في اي حته. مره نسافر امريكا، مره نسافر سويسرا، مره نسافر فرنسا. صح. وفي جاد فاذرز، في اباء روحيين لجراحي المناظير والمفاصل بنجري وراهم في كل حته عشان نتعلم. والحمد لله لحد ما يور ديفلوب يور اون كارير وتبني الهويه بتاعتك. صح. بس طيب ده يوديني بقى لنقطه مهمه قوي. دلوقتي الناس برضو ما تعرفش الكلام ده قوي، ان معنى ان جراح عظام بيبقى في حاجه سب سبيشاليتي، انا متخصص بقى في الحته الفلانيه دي. حضرتك اتخصصت بالذات في المفاصل الصناعيه والمناظير، ليه؟ المناظير بالذات انا لقيت نفسي فيها لان فيها اللي هو 3D orientation، انك بتشغل عينك، بتشغل دماغك، وبتشغل ايدك، وما فيهاش اجريشن جامد، لكن فيها بيرسيزم وفيها دقة عالية جدا، وفي نفس الوقت very very minimal invasive، يعني جرح بسيط، وبيفرق جدا في حياة المريض من حيث ان جودة الحياة نفسها، الكواليتي اوف لايف. انا لقيت نفسي في المناظير لان نتيجتها جميلة،
بس مع ان الليرنينج كيرف بتاعها كان فيري ستيب. احنا بنتعلم المناظير في سنين مش في ايام. المنظار ايوه، ما علشان الرحله بتاعت حضرتك طويله تمسكه، جدا. المنظار عشان تمسكه، يعني تخيل اياد مثلا، علشان نتعلم نمسك منظار كتف ناخد من سنه لسنتين. علشان تتعلم تشتغل بالمنظار مش بس تبص، احنا خدنا 5 6 سنين. يعني تمسكوا بس سنتين؟ تمسكه بس عشان تو بي اورينت. اه عارف استخدام المناظير عامل زي السواقه. اه انت في السواقه بتبقى عامل ازاي في الاول، ولما تبعد عن على الله السواقه طبعا. فتره وبعد كده ترجع لها. ببقى على الله برضه فانت عادي. برضو، انا اقرب حاجه لشخصيتي كان طبعا احنا اشتغلنا تروما كتير جدا، اللي هي تمام، الكسور. بالظبط. ده البيزكس اللي اشتغلناه. وبعد ما خلصنا الكسور لقينا نفسي في المناظير في رساله الماجستير ورساله الدكتوراه. اه وخصوصا رساله الدكتوراه بتاعتي عشان بحب الكتف خليتها في اصلاح قطع اوتار الكتف بالمنظار. طيب، فده اللي خلاني احب الكتف اكتر كمان. كلمتني عن الكسور شويه، انا عايز اعرف بقى الحالات اللي اثرت فيك بشكل شخصي. كل دكتور كده فيه كام حاله كده اشتغلهم اثروا فيه شخصيا، هل ده حصل معاك ولا عادي الحالات ده كلها حصل واحد؟ كتير كتير. كتير. ابني الصغير كان لسه مولود تمام. وسنه 2017، وجالي مريض بنفس اسمه. بنفس اسمه وهو كان لسه 7 ايام. والمريض ده كان قصه مأساويه، يعني ان هو كان واقع من بير الاسانسير. اه والمريض ده يعني خدت عاتق على نفسي ان انا هعمل مش كل ما في جهدي، لان انا كنت قلقان عليه اكتر، متعلق بالاسم ومتعلق طبعا، بالشخص ومتعلق بالكيان ومتعلق بالقصه. صدفه لان خطيره هو يعني. كان بيزق والده على كرسي متحرك امم. وراجع بظهره في باب الاسانسير فتح فوقع من الدور الخامس. اه هو المريض ده دلوقتي مهندس كبير جدا في اوراسكوم ما شاء الله. وباني العالمين تقريبا. ما شاء الله. وقصته انه وقع من الدور الخامس، حصل له كسر في العمود الفقري ورجله اليمين حصل لها تفتت شديد جدا فوق والقصبه تحت. ودخلنا العمليات انا وزميلي جراح مخ واعصاب، هو اشتغل تثبيت الفقرات الاول وانا اشتغلت مش اقل من 8 ساعات متواصله اثبت الكسر بتاع مفصل الفخذ. والولد كان دخل عمليه في الظهر الاول، بعد كده دخل عمليه في الرجل وحصل فقدان للدم. كنا خايفين عليه جدا، لكن انا ما كنتش متخيل قد ايه ان ربنا يقدر يقف مع المريض ده وواقف معايا نفسيا. والمريض ده خف بسرعه جدا، الحمد لله. واستخدمت له تكنيك اللي هو تدخل المحدود بتاع اه بتاع الشرايح. شرايح تيتانيوم قويه ولحم وهي دي بقى اللي خلاني اخد عظم. ان انت الفرحه ان المريض رجع لحياته، طبعا هي دي اللي بتفرق في طبعا. حياتنا. وحالات البوليتروما بيبقى فيها غير عمليات المناظير بتبقى كولد، لكن حالات البوليتروما بيبقى فيها امرجنسي. طبعا يعني انت تلغي عيادتك وتسيب بيتك بالظبط. وتلغي كل حاجه في حياتك وتروح تقعد مع المريض في المستشفى وتحضره. يعني انا كان لسه من سنه فاتت مريض جاي لي في منطقه في اسكندريه عندنا ابيس. اه عربيه خبطته وكان عنده 9 كسور. 9 كسور؟ 9 كسور. ده اتصرفت معاه ازاي ده؟ هو جالي العياده وانا لسه في بدايه العياده اه و9 كسور. حضرتك احنا لغينا العياده واشتغلنا معاه 9 ساعات. 9 ساعات عمليه؟ مش عمليه، ما 4 5 عمليات كل كسر بعمليه. اه يعني لما ثبت عظمه الفخذ، وكسر في الركبه، وكسر في القصبه اليمين، وكسر في القصبه الشمال، وكسر في صبع الرجل، وكسر نتوء الكاحل، كل ده لو ما اتعملش بتكنيك المينيمال انفيزيف سيرجري هنقعد 15 ساعه والمريض هيفقد 3 لتر دم، وده ما ده ما ينفعش. ينفعش طبعا، ده هو طلع اصلا هو ما فيش. هي التشالنج كله ان انت مع التيم بتاعك لما يبقى تيم قوي، من اول اوضه العمليات لدكتور التخدير. وده دايما الجندي مجهول على فكره. طبعا دكتور التخدير بالذات لو مش بروفيشنال وعارف شغلك وانت عارف شغله، هيحصل ايه بقى؟ مش هتقدر تعمل هارمونايزيشن، اه تناغم اوركسترا. لازم تعزف معاه. حضرت معاك انا عمليات قبل كده وشفت ايوه القصص دي. ايوه لا انت الموضوع اتحضرت معايا كان من نظير اه ركبه. بالظبط. صح صح. بس حالات البوليتروما بيبقى فيها اكشنز اكتر. اكشن كتير طبعا. اكشن لان انت كمان انت بتقعد فتره طويله جدا في اوضه العمليات وبتتعرض لجرعات اشعه ده ضخمه، لان انت ما مش عايز تشوف الكسر، انت صح. بتثبت الكسر من فوقيه ومن تحتيه عن طريق فتحات صغيره. وكل الشغل بيتم ان احنا بنزحلق الشرايح على الكسر، فبنحافظ على البيولوجي بتاع الكسر، بنحافظ على الانسجه، على العضلات، على الاعصاب، على كل ما هو له علاقه بالكسر. فبالتالي اللحام بيبقى اسرع واقدر اثبت كذا كسر في وقت قليل والنتائج تبقى احسن. هو ده بقى التدخل، كنت لسه اسالك الموضوع ده. التدخل المحدود في الكسور هو ده؟ هو ده. انت زمان كان لازم يبقى الجرح كبير،
ولازم توسع العضلات وتشوف الكسر وترجع العظمتين قصاد وكان بعض، موال. وكان قصص ويبقى في والاستشفاء بعده بقى قصه. قصه كبيره وجرح نقعد كبير. مع بعض شويه. دلوقتي ايوه نقعد مع بعض كتير، نقعد والناس شوية. تقعد مشدوده بالسنه والكلام ايوه ده كله. بالظبط. دلوقتي بالمينيمال انفيزيف سيرجري بنعمل مسامير نخاعيه عن طريق جرح بسيط، وبنعمل تثبيت للكسر بشرايح شكلها اناتوميكال، وده النيو تكنولوجي في الشرايح، نبقى شكلها اناتوميكال شبه شكل العظم بالظبط. حلو جدا. وعن طريق السي ارم او عن طريق التدخل بالجهاز الاشعه بنفتح فتحه صغيره من فوق فتحه صغيره من تحت بعيد عن الكسر، ونزحلق الشريحه، وبنثبت مسامير من تحت ومسامير من فوق، او مسمار نخاعي من فوق ومسامير مستعرضه بسيطه، الكسر بيتثبت. فكل ما كان الدكتور بيرسايز اكتر وسريع اكتر وفاهم شغل اكتر، المريض بنقدر في وان سيشن. وانا عملنا خلال السنتين 3 اللي فاتوا عملنا 4-5 حالات بولي تروما، كلهم كانوا 5-6 كسور. يعني في واحد برضو كان جاي لي هو مهندس كمبيوتر وعمل حادثه كبيره جدا، كان برضو قصته صعبه شويه، انه كنت عامل له عمليه وهو طفل، هو 12 سنه، وجاي لي وهو مهندس عنده 24-25 سنه، عامل له عمليه ومركب له اسلاك معدنيه من هو طفل، وجاي لي بقى وهو مهندس. في نفس المكان بقى ولا حاجه لا تانية؟ جالي بقى كله متكسر، متدغدغ خالص. مسمار نخاعي في الفخذ، الله. شرايح ايدين يمين وشرايح ايدين شمال، وعمليه هنا وعمليه هنا وعمليه هنا، فخد مني وقت طويل جدا طبعا. وده ما لحمش. ما لحمش اصلا؟ لا، مفصل عظمه الفخذ بتاعته ما لحمتش. ليه؟ ودي هنرجع مع بعض هكلمك عنها دي، لان في اسباب كتير قوي للحام. حلو. عدم اهم اسباب اللحام البيولوجي، صحته، بياكل ما بياكلش، بيدخن ما بيدخنش. كل العيانين كل الكلام ده بيأثر. كل العيانين اللي ما لحموش بيدخنوا. ده اللي كنت هسألك عليه بقى. سمعنا كتير قوي عن موضوع التدخين بيأثر على الدورة الدموية، وبيأثر على لو حد عنده كسور على سرعة التحام الكسور دي. هل الكلام ده فعلا حقيقي طلع؟ تخيل يا اياد، بقيت بحط شرط مع المريض قبل ما اعمل له عمليه: هتدخن مش هتلحم، هتوقف تدخين هتلحم. بس حصل. كان عندي مريض اسمه فوزي، شغال على جرار. حلو الكلام. حلو الكلام. وشغال في محاجر. تمام. وقع من العربيه اللي هي القلابه دي، حصل له برضه كسر في الفخذ، ركبت له مسمار نخاعي. تمام. شهر 2-3، ها يا عم لحمت؟ ما لحمش. طب الكسر كويس. اتضح ان مش بس العمل. تعالى يا فوزي، انت بتشرب؟ قال لي بشرب سجاير. علبه؟ لا. قلت له بص بقى، مش هينفع، وقف السجاير تلحم. دخلت عملت له بون جرافت، ترقيع عظمي، وعملت له غيرنا المسمار عشان ما لحمش، وقلت له بقى وعد ما تشربش سجاير. 3 شهور لحم. خلص. فهي ايه؟ ساعات المريض او الدكتور بينسى ان البيولوجي طبعا بتاع المريض بيأثر على جودة التثبيت. طبعا. اكلك، شرب المية، لو عندك احنا الشعب المصري ما بيشربش ميه. التدخين بكل صوره ما بيخليش العظم يلحم. طبعا. ده التدخين كمان بيأثر ازاي بقى؟ بيأثر ان الدورة الدموية في المفاصل بتقف. عارف الجلطة؟ مش بقول لك اللي بيدخن بيجي له كسور في الشرايين بتاعت القلب؟ ماشي، ده بالنسبة لجراحين القلب بالزبط. وبالنسبة لدكاترة القلب بالظبط. طب وبالنسبة لنا احنا بيحصل يحصل جلطات صغيرة في الشرايين اللي بتغذي المفاصل، فتلاقي المفصل بيحصل له حاجه اسمها التهاب نكروزي او اي في ان. اي في ان ده ان راس المفصل تبتدي تنبعج لحد ما تتكسر. وده احنا شفناه كتير قوي بسبب برضو التدخين. بسبب التدخين وبسبب العادات بقى السيئه التانية بقى، عدم شرب الميه. لا، في حاجات اكتر من كده. ايه بقى؟ عارف متلازمه ما بعد كورونا؟ انا سمعت الموضوع ده. هي كورونا يعني فعلا، يعني سمعت ان في ناس كتير بعد الكورونا وبعد اصابتها بالكورونا اثر بقى على العظم، حصل لها مشاكل والكلام ده. ايه دخل ده في القصه والمسائل؟ ما محدش متخيل ان الكورونا لها علاقه بالعظم. ايوه، ده مرض، ده فيروس، وده بعدين صدر وبتاع وحركات، يعني مفيش. ايه اللي حصل؟ احنا بعد كورونا 2020 21 و22 23 و24 شفنا كم كبير من حالات ان راس مفصل الفخذ حصل لها اي في ان او الالتهاب نكروز، ان الدوره الدمويه لوحدها ابتدت تصغر. ليه؟ لان كان في استخدام عنيف للكورتيزون قبل ما نوصل لعلاجات اللي هي ريميديسفير للكورونا. فما كانش قصاد دكاتره العنايه ان هم يدي كورتيزونات بكميات كبيره. طبعا، ما هو لايف سيفنج. ايوه، بس ده بعد 2-3 نتج طبعا عنه ان المفاصل ما بقتش هيلثي، وابتدى يحصل ستيجنج الاي في ان. الرساله اللي كان نفسي اقولها ان احنا لما يجي لنا وجع في مفصل الفخذ ما ناخدش مسكن ونكتم الالم. سيب الالم يتكلم، واكشف مره واثنين وثلاثه هتوصل لتشخيص كويس. سيب الالم يتكلم.
ايوه سيب القلم انت يتكلم. مشهور بالحته دي جدا، وفي ايوه عشان ما فيديو بحبش علاج مفرقع القلم. ومكسر الدنيا. اه هي الركبه بتتكلم؟ كل حاجه دي بتتكلم. كلمتك، ايوه انا جايبها من الفيديو بتاعك. ايوه ايه موضوع الركبه بتتكلم ده؟ بتغني، ايه اللي حصل؟ تسمع اصوات جامده جدا، بتقول ايه؟ بتقول كلام كتير قوي. بص يا سيدي، قولي. نمره واحد، اشهر حاجه الواحد بيسمعها يا ركبتي بتطقطق. صح الطقطقه دي نغم، لازم نعمل له اناليسيس. صح صوت زي صوت حكه بسيطه كده، وانت طالع وانت نازل السلالم، يبقى دي بدايه خشونه خفيفه في الصابونه او الرطفه. حلو صوت وانت بتلف ورجلك ثابته، وصوت واحد تك، اعرف ان ده قطع في الغضروف الهلالي. حلو. صوت وانت ماشي عمال تك 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 تك، لا دي خشونه بقى في مفصل الركبه. صوت تاني، صوت حكه بسيطه في السجود، في التشهد، حكه بسيطه في وانت بتقوم وكده، ده برضو خشونه في مفصل الرطفه. بس هي نفسي يعني مش كل واحد ركبته بتطقطق، كلنا ركبنا بتطقطق. طبعا ركبتك بتطقطق يعني احيانا وانا بركبتي في بتطقطق، خفيف خفيف كده. بس عشان انت رفيع والله وسليم. العظيم سليم جامد، والله العظيم ما عايز باخدني معاك الجيم. ما انا ما بروحش انت عشان ما عنديش وقت. انت بقى نفسي. انا هسالك عن الموضوع ده والله بجد. انا كل ما اكلمك اصل انا في العمليات، اصل انا في العياده، اصل انا في المستشفى، اصل انا انت بتروح يعني بتشوف وقت البيت العيال بتروح ولا الكلام على ايه؟ اه بروح. بتروح لازم. كل كام يوم؟ لا امال ينفعش. ايه بقى؟ قول لي. لا في فتره من فترات حياتنا كنا بنشتغل العياده الاول، وبشتغل عمليات بالليل، امم فده قلبة نهار ليل ده كانت تعبتنا جدا. طبعا. فابتدينا ننظم الشغل، ابتدينا ننظم ان العمليات تبقى الصبح بس. حلو. وده عشان ده زي ما بيقولوا كده وش القفص، لازم نكون احنا مركزين تركيز ظابطين عالي. الدنيا. وبعدين نروح العياده، والعياده ليها وقت، طبعا. والبيت ليه وقت، ولازم اجازه. وساعات بقى كل برافو اسبوعين والله. 3 بنسرق يومين مع بعض، او 3 ايام مع بعض. ده جميله دي. يعني كل شهر مثلا لازم اقف في 3 ايام، دي جميله. او كل شهرين اقف في يومين 3. فانا علشان لازم انا ابقى كويس، علشان مريض يقدر يلاقيني صح في جود كونديشن، صح اقدر اسمعه، صح اقدر اركز معاه. لقيت ان احنا نشتغل كتير قوي هيأثر على جودة الشغل. صح. لكن كل ما تدي نفسك راحة، هتلاقي المريض لازم يلاقيك في جودة عقلية كويسة، نايم كويس، مركز كويس، تسمعه كويس. صح. لان هتسمعه كويس انا اللي بستفاد، لان بعرف اشخصه كويس وبسرعة. تشخيص بقى، انا عايز اعرف انت بتشخص امتى؟ يعني بتشخص المريض لما بيجي لك بقى وتقعد نص ساعه كده، ولا بعد ما يمشي، ولا بقى يعني التوقيت اللي انت بتشخص فيه امتى؟ عايز الحق، يا ريت. انا بتضايق قوي قوي لو العيان قعد اكتر من 3 دقايق وما شخصتوش. 3 دقايق؟ اه انت ازاي؟ حابب الشغلانه جامد، ما, والله حاببها جامد. ما لو انا ما الركبه بحبهاش ما اقدرش استحمل والله الستريس ده العظيم، ايه. والله العظيم. بص، في حاجه اسمها في علم جراحه العظام ده، في كتاب لوحده اسمه جيت اناليسيز، اه تحليل المشيه. في كومبلين اناليسيز، انك بتحلل الشكوى. طب ده لسه العيان ما اشتكاش وهو داخل ليه ماشيه، صح. يعني ماشيه الالم ليها ماشيه اسمها انتالجيك جيت، الزكه. اه ومشيه مرض مفصل الفخذ ليها اسم تاني اسمها تريندبرج جيت، ان هو يميل بجسمه ناحيه المفصل. اه ده يشاور لك انه مفصل الفخذ. والعيان اللي عنده عرق نسا او غضروف وضغط على عصب رجله وماسك رجله وماشي موطي لقدام كده، دي ليها ماشيه. والمريض بتاع خشونه الركبه اللي ركبته متنيه وما بيتفردش، ليها ماشيه. والعيان اللي عنده ديفورميتي وعنده تقوس ماشي قصادك ورجليه مقوصه، ده ليه ماشيه. صح. فكل مرض ليه ماشيه. فانت بتفسر المريض وهو داخل لك. جيت اناليسيس، انت لازم تعمل تحليل لكل حاجه. جيت، كومبلين، مشيته، شكوته، ادويته، هيستوري، قوي جدا. لان التشخيص في كلمه، لو احنا ما ركزناش في كل كلمه المريض بيقولها صح. مش هشخصه شخص غلط بقى روح في حته ومش تانية. هعالجه. صح. بص، جوده العمليه، في جراحين كتير شطار صح. لكن قليلين اللي بيسمعوا. دي بقى مشكله. ما انت عشان تبقى جراح شاطر لازم تبقى مستمع شاطر. صح. حلوه دي، علشان حلو. قولها تاني معلش. تاني، عشان تبقى جراح شاطر لازم لازم تبقى مستمع شاطر. حلوه دي. عشان تبقى مستمع شاطر لازم تركز في التفاصيل، لان جراحة العظام سهلة، لكن قرار الديسيجن طبعا. ده تعمله وده ما تعملوش، ده تعمل عملية ده ما تعملوش عملية، ده نعمله اصلاح لا ده نعمل تغيير مفصل، ده صح. يحقن ده ما يحقنش. صح. فهو القرار، والقرار ده ما بيجيش عن طريق صورة أشعة ولا على رسالة. القرار ده بناء عن حالة صح. المريض. ممكن المريض يحتاج
لكن ظروفه الصحيه ما تسمحش، بالظبط. فما بقولوش قرار عمليه مثلا. دي قصه بقى موضوع صوره الاشاعه والكلام ده. انت طبعا على السوشيال ميديا رسايل الله عن اشاعات ومش عارف ايه والكلام. طبعا مفيش حاجه اسمها تشخيص برساله واتساب، دي الموضوع ده منتهي طبعا. يعني مثلا لا، المريض اهم بكتير ان هو يبقى اكتر من صوره. بالظبط. انا لازم اسمعك صح. زي ما قلت لك كده، انت لازم تحلل الشكوى. ممكن يجي لي مريض يبعت لي صوره مثلا رنين عنده قطع في غضروف الركبه، صح. وكم هائل من الدكاتره بيقولوا له انت عايز عمليه. صح. يبعت لي صوره الرنين، اقول له مش هقدر اقول رايي ولا بالايجاب ولا بالسلب. اشوفك. ليه؟ اشوفك واعمل لك اشعه عاديه واشوف ركبتك والكلام ده كله. مش هنسى ابدا ابدا قصه من القصص ان مريض، دي نقطه التركيز زي ما قلت لك في الاول، بالظبط. الجراح الشاطر مستمع شاطر. صح. مريض داخل لي، مريض مكسور، صوت ألم كبير جدا، كان متجبس وفك الجبس، جاي على العياده بكرسي متحرك. اوكي، تمام. كان جاي لي في عياده محرم بيه في اسكندريه، جاي لي الساعه 9 و10 بالليل، وكنا خلاص قربنا نخلص العياده. داخل لي بكرسي متحرك ومش قادر يقف. خير يا فندم، انا عندي الم رهيب في ركبته، مش راجل وبيصوت، مش قادر. مش قادر واصل مرحله احط خطيره. ايدي على ركبته، مش مستحمل. طلعته على السرير. اهم حاجه انا بعملها كروتين، انا جراح عظم طبعا. بس لازم اشوف كشف على الاوعيه. الاوعيه. الاوعيه، بحط ايدي على النبض، مش لاقي نبض في رجله. والراجل ده كان ايه؟ اه. متجبس وفاكك الجبس. بعته immediate يعمل دوبلر على رجله. تمام. انا كنت متوقع جلطه. مثلا. جلطه فين؟ في الوريد. بالظبط. هتلاقيها جلطه شريانيه. اه ده موضوع كبير. ما حسيتش بالس، رجليه بيضه. اتاري الراجل ده كان وزنه زياده، وما خدش دواء سيوله بعد الجبس، وفك الجبس وجاله جلطه. تخيل احنا بقى لو ما عملناش او ما ركزناش في الحته دي. في الحته دي. دي خبره كبيره قوي يا دكتور برضه، يعني دي برضه هي تسنين علام كبيره قوي عشان توصل للمرحله دي. هي دي بركه الستر. اه والله. ده لازم. والتركيز، طبعا. وتكون بريسايز وتستمع كويس. وحابب الشغلانه زيك، اللي هو مش سايب تفصيله، يعني ما شاء هي الله. هي مهنه جميله. هي مهنه جميله، بنقابل ناس جميله وبنتعلم كتير. بتعلم من كل حد بقابله، وبتعلم من لما بسافر، وبتعلم كتير. كل يوم بتتعلم وبتقدر تفيد وتستفيد. عايز اخدك في حته كده، موضوع انك حابب الشغلانه وكده. طبعا اي مريض بيبقى وهو داخل عمليات خايف وعنده في ريسك معين، مخاطر معينه وهكذا. انت حابب الشغلانه قوي، بس هل بقى انت كجراح لما تخش العمليات في برضه ريسك، يعني في مخاطر معينه بتقابلها، ولا الدنيا برضه ان شاء الله خير يعني، ولا؟ بص، لا، في ريسك عالي. اه. الريسك ده ريسك نفسي. تخيل انا مديك ساعه امانه، تبقى قلقان عليه. طبعا. تخيل انا مديك نفسي امانه. نفسي. صح. ده لو واحد اداك 10000 جنيه يقول له شيل لي دول عندك. انت تبقى خايف عليهم، احطهم في حضني كده واتمشى. بالظبط. ايوه. فتخيل واحد مديك نفسه، يا دكتور خد بالك مني. اه. ده في واحد مش هنساه، كان عامل له رباط صليبي، قال لي، قاعد يقول لي بص، اكل عيشي في رقبتك. دي صعبه قوي، دي لا، صعبه. ده واحد تاني كان فلاح، اه. وعندنا في المعموره البلد، اه. حته في اسكندريه. اسكندريه. اه. وقال لي فاسي فاسي. فاسي، لو ما سبحان رفعتوش الله. هزعل منك. فتخيل حجم المسؤوليه مسؤوليه كبيره النفسيه جدا. اللي بيلقيها عليك المريض. طبعا. دي نفسيه. حلو. وقد ايه انت محطوط ان انت تبقى بريسايز وتبقى اكريت وتعمل كل حاجه، علشان وانت مسؤول عن تيم. طبعا. هو المريض مش شايف دكتور التخدير، ومش شايف المستشفى، ومش شايف المساعدين، ومش شايف اي حاجه خالص. هو واثق فيك. طبعا. الثقه دي غاليه جدا طبعا. جدا. فانت لازم تكون اهل للثقه دي نمره واحد. فالمسؤوليه النفسيه لود. اللود عن الشغل نفسه، التثبيت، الكسر، مهما كان صعب، مهما كان سهل، لازم تكون جاهز. طبعا. ثالثا لازم تكون جاهز للمفاجآت. اه. محضر. بالظبط. محضر كل حاجه، من الابره للصاروخ. حلو. لو انت داخل رباط صليبي، محضر انك تعرف تاخد رقعه يمين وترقع شمال. محضر لو انت اوتار طلعت قصيره. محضر كم كبير من الخطافات تقدر تستخدمها. محضر كل انواع الشرايح، كل انواع المسامير. مفيش مفاجآت، ما ينفعش. صح. لان ده ستريس تاني. ستريس التالت، ستريس اللي احنا بنشوفه جوه اوضه العمليات، ستريس الاشعه. يعني احنا بنشتغل بجهاز الاشعه جوه اوضه العمليات، اسمه سي ارم. وقت طويل جدا، وخصوصا بتكنيك التدخل المحدود. بالظبط. فانت بتتعرض لوقت طويل جدا جدا من الاشعه. ساعات خطر على صحتك بنستحمل جدا. طبعا ده تيراتوجينيك، وبيأثر على طبعا. على كرة الدم البيضاء بتقل، طبعا. والمناعه بتضعف بتاعتنا. وفي دكاتره ريسك كتير جدا كبير. تعبوا من الكلام ده طبعا. نتيجه تعرض للاشعه جوه اوضه العمليات فتره طويله.
والتعرض لادويه التخدير، اه الانهاليشن انستيزيا بتتعرض لها كتير، بتتعرض للشك، احنا بنشتغل بمسامير. انت ممكن اي حاجه تحصل. حضرتك يعني يعني مثلا لما بشتغل هيومرس او بشتغل كسر عضد، امم اهم حاجه عندي العصب القعبري، العصب ده معدي جوه الكسر. اه حضرتك مش هلاقي حاجه اقدر احمي بيها العصب غير ايدي، صح. لان انا لو حطيت مباعد مثلا، المباعد ده ممكن يأذي العصب، لكن انا ايدك عشان تبقى حاسس الموضوع. حاسس العصب وبعده، لان عصبه اهم من ايدي. دي كبيره دي. اه طبعا. دي كبيره والله. اه طبعا. فاحنا بنستخدم الات تقيله، مسامير والات حاده. فلو احنا مش يعني ممكن ان احنا نتشك ونتعور، والمسامير تعورنا، والالات بتاعتنا تعورنا، والدبرز انت لما بنستخدم زي الات زي المناشير في التوتال ني وتغيير المفاصل، بالظبط. فاحنا بنتعرض للرذاذ بتاع كل حاجه. عشان كده تلاقينا ريسكي لابسين قوي. لابسين حاجات كبيره كده وبدل بالظبط ضخمه كده علشان عشان تحمي نقلل. نفسك. اه، والجوجلز بتاعت ده لازم. العمليات عشان نحمي كده، وساعات بس ربنا بيستر ان شاء الله. الضغطه الجامده دي هتوديني بقى الحته بقى ايه من الحلوه اللي احنا بنحبها. بتروق على نفسك ازاي؟ بتعمل ايه بقى عشان افك بقى بص، الضغطه انا والمسائل جوه دي؟ اوضه العمليات انا ببقى مبسوط قوي، يعني بعد الاسترس ده. خلاص خلصنا بقى، لما بنخلص ونروح يعني بتفصل ازاي؟ ايه اللي انت بتعمله؟ بتسافر، بتروح، بتيجي، بتعمل ايه؟ بحب اسوق. تسوق؟ تسوق ازاي بحب يعني؟ العربيات قوي. اكيد مش في البلد، مش جوه البلد. لا لا لا، بنطلق. تروح فين؟ بروح، بحب دهب جدا. اه انت و... رايق جدا. وبحب بقى، بحب دهب جدا. حلو قوي. وبحب الغردقه. وبحب يعني بحب مصر جدا، يعني بلدنا حلوه جدا، وخصوصا منطقه دهب. وخصوصا بقى بحب اسوق فترات طويله، وفي نفس الوقت اسمع الناس اللي بحبها، اندريا بوتشيلي بقى والاولد فرنش سونجز. ده شويه روقان جامد، ده امم شويه روقان. طب ما بتقوليش ليه؟ بقول لك ما اهو، احنا بنروح سوا. الجايه اوديك بتاعتي. ابو جالوم، واوديك البلو لاجونا، واوديك لاجونا بس لوحدها. لا، دهب رائعه في شويه شغل جامد. جدا جدا. في جمله اتشهرت لك جدا جدا وكانت لغط كده في الاول، كلمني عنها. انك دايما بتقول ان الالم نعمه. حقيقي. ايه القصه دي؟ الالم بيجي نتيجه التهاب اعصاب. فلما بيحصل مرض زي الخشونه، او يحصل التهاب، انزلاق غضروفي، او بيحصل خشونه في المفصل، بيحصل الم حوالين العصب. صح. فتخيل انت مثلا لو جينا على الالم ده وموتناه، انا موتنا ممكن الالم. ممكن اطبطب عليه، ممكن اهديه لحد ما اعرف سببه. صح. لكن تخيل لو انت موتته، جيت على العصب ده وعملت له ما يسمى ابليشن، يبقى المفصل هيبوظ وانت ما انتش حاسس. فبدل ما تروح تعمل عملية انزلاق غضروفي وانت الألم ده اللي هو النعمة دي نيمتها، هتروح من غير ألم ومبسوط، بس رجلك وقع. طب ما هو الكلام ده بيحصل تقريبا. ما هو انت عرفت بيحصل. نقص انا بقصه فاهم. التردد الحراري؟ ده بيبقى مش هو تقريبا ان انا. بص، التردد الحراري اه. او علاج الألم تخصص موجود في كل حتة في العالم. لمين؟ ايوه. للمرضى الذين ليس لهم حل، مرضى الكانسر. اه. انا بحول دكاترة تردد حراري كتير جدا. امتى؟ تعال نشوف مين المريض اللي يستفيد ومين ما يستفيدش. صح. لما يجي لي واحد سنه 80 سنة وعنده 4 غضاريف في ظهره، ومش قادر يمشي بمفصل فخده، كفاءة القلب 20%، وبيغسل كلى، ده ملوش اي عمليه في الكوكب. ينفع أقول ده وبيمشي 4 5 خطوات وبألم عنيف، ولا ينفع ياخد أدوية، ولا ينفع يخش أوضة عمليات؟ ولا حاجه. وهنا دور علاج الألم. بيعمل حقن جذور اعصاب، بيعمل تردد حراري، التحسن للالم بيبقى قليل. وانا مش عايز غير كده، انا مش عايز غير التحسن يبقى بالذات بسيط، لانه ملوش حاجه تانية. والراجل يقدر يكمل وقته بفانكشن اقل، لكن في هدوء. صح. في هدوء بيكسر عنف الالم. لكن ما يجريش واحد عنده 20 سنه وعنده انزلاق غضروفي في ظهره ويعمل تردد حراري. صعب. ده في ناس كتير يا دكتور بتعلن عن الموضوع ده كأن ده الحل الامثل والوحيد في الكوكب. لا، ده كمان في خشونه الركبه. اه يعني. ما تجيش واحد مثلا عندها 45 سنة وتعمل تردد حراري وتعمل حقن مفصل، وفي الآخر بعد 3 أو 4 سنين أفاجئ إن المفصل ده بقى ديفورمد وابتدى يتعوج.
طبعا ان هي مش كل ما حاسه. المفصل يتعوج، كل ما الاحساس بالاعصاب يجي لك الم اكتر، يديك انذار اكتر. فتخيل انت لو قتلت الانذار ده خلاص ما انا ههرسه خلاص شكرا. هتهرسه بالظبط. ايوه تخيل انت ماشي بعربيه وما فيهاش ما في فرامل، خلاص شكرا السلام عليكم هتجري بقى براحتك الديب بقى. خلصت. فانت بدل ما يديك الارم، النعمه دي، صح الالارم ده، احنا بندي مسكنات، بندي علاج للالم لحد ما نعالج سببه. صح. ممكن اهديه، لكن مش لازم اعمل ابليشن للعصب الا في اضيق الحدود. يعني كلام حضرتك بيقول بقى ان التردد الحراري ده هو مسكن، هو مش لا علاج. لا، بص، دايما انا برضه عملت فيديو وانا مسكن ولا علاج، هو ولا اه مسكن ولا هو علاج. تردد حراري وتول، احدى الوسيله حلو. الضيقه اللي بيستخدمها دكاتره التخدير لتحسين جوده حياه المرضى الذين ليس لهم حل جراحي. حلو طب ما بيرجع له تاني ويعملها تاني صح كده؟ مفيش مشكله، اه ما بس هو واحد عشان هو سنه ملوش. كبير بالظبط او عنده بولي ميديكيتد، حاله بالظبط. القلب، الكلى، الكبد، ما تسمحش باي تدخل جراحي. يعني لو حد جالك كويس مصحح كده عنده 25 سنه و30 سنه بس كويس، استحاله ده يحصل. طبعا. باشا خش عمليات لو هو ليه طبعا، عمليه. بس برضو دخول العمليات مش قرار سهل. طبعا دخول العمليات بعد استنزاف الوسائل السلميه والوسائل اللا جراحيه. حلو جدا. الجراح الشاطر اللي يمشي علاج تحفظي كويس وفتره طويله. لغايه ما خلاص بقى مفيش حلول. ايوه، تمشي حسب الجايد لاينز، حسب العلم. كل حلو. مرض وليه علم، كل مرض وليه خطه. ما تكلمني مش عن عماد ليه خطه وحسين ليه خطه وعلي ليه خطه، في علم. انا بشوف دايما ان انت من كتر ما انت حابب الشغلانه فعلا بتفصصها، اللي هو كل حد ليه خطته واي. بالظبط. باشا انت مش كل الدنيا واحد، انت فين انا هحطك في الحته دي. بالظبط. طب ما تكلمني شويه بقى عن الاكسجين النشط. ايه القصه دي بقى عشان عمالين نسمع فيها كتير وده بقت داخله في العظام. الاكسجين النشط بيعالج لي مشاكل زي التهاب النكروزي للمفصل بتاع الفخذ. بعد ما بنعمل عمليه زي عمليه التثقيب، بيساعد ان الدوره الدمويه ترجع تغذي المفصل مره تانية. بستخدمه في حالات تاخر اللحام في الكسور. فاكر لما قلت لك في اول ما قعدنا اه تاخر اللحام، بالظبط تدخين والكلام ده. بيحصل ضيق في الشرايين. الاكسجين النشط او الاكسجين المضغوط، الهايبرباريك اوكسجين ثيرابي، انك بتقعد في اوضه ضغط عالي، بتساعد بزق مم. الدوره الدمويه للعظم اللي مش لاحم، بزق الدوره الدمويه لمرضى السكر اللي عندهم التهاب في الاعصاب الطرفيه، بعمل تحفيز للانسجه والخلايا اللي هي نايمه، تعمل لها ريجنريشن. فدوره في العظم اللي مش لاحم، دوره في الخشونه، ان ساعات من عزم الخشونه الدوره الدمويه بتبقى قليله جدا جدا في ربع من ارباع المفصل. حلو. فالاكسجين المضغوط بيساعد على تحفيز الدوره الدمويه انها ترجع تشتغل تاني. الناس اللي عندها اعراض ما بعد جلطات المخ وعندها التهاب في الاعصاب الطرفيه، الاكسجين المضغوط بيساعد الاستشفاء من الموضوع ده. حلو جدا. عايز اروح للحته بتاعتك تاني، المناظير بقى. تمام. هي المناظير احنا نعرف انها نوعين، استكشافي وعلاجي صح كده؟ صح. مظبوط كده. مم. ايه بقى القصه دي؟ ما هو نفس المنظار يعني، ما احنا دخلنا ايه ايه الموضوع؟ اقول لك. يعني المنظار، احنا قلنا، فاكر لما قلت لك احنا بنستخدمه ونقعد نتعلم فيه فتره طويله، بالظبط. وبعد كده هي الفكره كلها ان انا مش بس امسك المنظار واشوفه. المشكله الفن كله او التكنيكس كلها ان انت تعالج بيه. حلو. يعني تعالج، مش انك تشتغل. يعني ايه الفرق برضو بين الاستكشافي والعلاجي؟ ما الاثنين انا دخلت جوه. انت استكشافي، انا دخلت بصيت، عمل ديagnostic، بس شخصت انت عنده قطع، انت ما عندكش، انت عنده تآكل في اوتار الكتف، قطع صغير، قطع كبير. في بعض الجراحين بيعملوا جراحه اللي هي اسمها ميني اوبن، فتحه صغيره كده في الكتف، ويعمل اصلاح اوتار الكتف بالجراحه بعد ما يبص بالمنظار. يبقى هو عمل منظار اللي هي تدخل محدود دي. اللي هي تدخل المحدود، اللي هو تمام. عمل منظار استكشافي، لكن العلاج تم بالجراحه بالتدخل المحدود. المحدود. حلو. وفي ناس جراحين تانيين، وانا منهم الحمد لله، ان احنا بنعمل اصلاح للقطع الاوتار بالمنظار كلية. حلو. اللي هو بتخش بالمنظار وتصلح بالمنظار. بالظبط. طب انا عندي سؤال بقى في الحته دي معلش. المنظار فتحات صغيره 3 خرام كده زي ما انا شفت معاك مثلا بالظبط. العمليه. بالظبط. تمام تك تك خلاص شكرا. والتدخل المحدود تقريبا عشان هو محدود برضو نفس عدد الغرز، 3 4 حته غرز صح بالظبط. كده. صح كده. طب ما خلينا، دوت صوت، طب ما تخليني طب جراحه ما أسهل. تخلينا جراحه اسهل بقى الحاجه نفتح نخلص ديب شكرا. خلاص كده، وهي 3 غرز و3 غرز. بالظبط. لا، فرق كبير، ايه بقى؟ فرق سنين ضوئيه. سنين ضوئيه. اه ليه بقى؟ اقول لك. تخيل انا شايفك كده،
حلو. حلو. شايفني كده ازاي يعني؟ شايفك وشك حلو. كده. حلو. حلو. لكن ما شفتكش من الجنب، ما شفتكش من هنا، صح. وما شفتكش من ورا. صح. حلو الكلام. حلو. هي ده الفرق ما بين الجراحه والمنظار. ده 30 60 اه 3 انت دي. بتشوف من كل حته. شوف من كل حته ليه بقى؟ ما هو فيها فاين ديتيلز جامده جدا. انت في واحد بنخيط اوتار الكتف كده، بالظبط. وفي واحد طريقه تاخد الفايبرز دي وما تاخدش الفايبرز دي، تاخد الوتر نفسه بتاع اوتار الكتف. ساعات كتير جدا بيبقى سليم من فوق، لكن من جوه المفصل تلاقيه اجزاء منه هربانه. صح. فانت ما بتقدرش تعمل بيرفكشن غير بالمنظار. احنا ما كناش متخيلين قد ايه المنظار مهم غير لما شفنا ان الوتر بتاع الكتف اوتار الكتف عباره عن طبقات. طبقه سطحيه بسيطه بتلاقيها من فوق ان هي سليمه، ولما تخش بالمنظار جوه المفصل بتلاقي الطبقه العميقه هربانه. انا لو عامل جراحه مفتوحه مش هشوف التفاصيل دي. صح. طريقه العقده، ترتيب العقده، الكلام ده ما بيتعملش ده بالجراحه موضوع الميني كبير. اوبن. موضوع كبير جدا. تخيل انت بالجراحه هتجيب ازاي الديب لايرز وانت فاتحه قد كده غير لما تخش بكاميرا توصل. صح. تعالى اشبهها لك بتشبيه. انت واقع منك مفتاح في الاوضه دي. حلو. حلو الكلام. وجيت انت عايز تخش فتكسر والباب مقفول، تكسر الحيطه وتخش تجيب مفتاح وتطلع. مفيش باب. مفيش باب. تعالى بقى جبت كاميرا ودخلتها وتدور في كل ركن من اركان الاوضه. صح. انه ادق، الكاميرا ده. انه ليس انفيزيف، صح. انه ما فيهوش قطع عضلات، صح. انه استشفاؤه اسهل، الالم من بعد العمليه، انه حافظ على البيولوجي بتاع الانسجه. كل الكلام ده بالمنظار. صح. فده الفرق كبير في جوده العمليه، في سرعه الاستشفاء، في طريقه سرعه نسبه النجاح بتبقى اعلى طبعا. الكلام ده يعني فعلا انا عارف المعلومه دي وناس كتير عارفاها ان حضرتك من اكبر واشطر جراحين المناظير والكتف في مصر. تعيش. ده بجد والله، نصيحة. ده مش كلامي انا، ده كلام الناس كلها. انا محتاج اعرف انت خدت وقت قد ايه عشان توصل للحته دي؟ عملت ايه؟ انا شايف طبعا حبك للقصه ده كفيل، يعني اكيد الناس شايفه الكلام ده، حبك للشغلانه دي كفيل يخليك ده من بدري. بس ايه المجهود بقى اللي انت خدته عشان توصل للقصه دي؟ بعد ما رجعت من المانيا ابتديت ان انا اروح كل سنه مره او مرتين مكان متخصص في جراحات الكتف، وبنقعد فيه فتره. وخصوصا في امريكا في معهد اسمه معهد سان دييجو لجراحات الكتف، بيعمل كل سنه كونجرس كبير بيقعد 4 أو 5 ايام. كل سنه انا بروحه وبنقعد هناك بنتعلم بنسمع مؤتمرات هاندز اون كاديفرز، ماكيت. كل البروفيسورز اللي في العالم كلهم بيجتمعوا فيه، كل جراحين الكتف في جميع انحاء العالم بيجتمعوا فيه. تخيل يا مجهود. اياد، تخيل يا اياد، من 7 الصبح ل 9 بالليل. ايه ده؟ جرعه مكثفه جدا من العلم. جدا. ده ايفن اثناء ما انت بتاكل بيدوك ليكتشرز. وانت قاعد تاكل مفيش مش بريكس. هنسيبك. لا، هتاخد حقك كامله. اه وبتشتغل على كاديفرز وتشوف النيو تكنولوجي، ويبقى في زي ايفنت كبير جدا ما بين كل الشركات اللي هي اللي بتعمل الخطافات وبتعمل المفاصل. ويبقى ايفنت جميل جدا بنشوف كل الانوفيشنز، مش بس بنشوف ده بنطبقه. طبعا. بتشتغل على كاديفرز، بتشتغل هاند اون، بتجرب النيو تكنيكس وبتتعلم، بتجين سكيلز سنه في سنه في سنه في سنه. السكيلز دي بتنمو في ايدك، بتطبقها وتقدر تفيد بيها مرضانا. صح. بالظبط. ورحت فرنسا نيس. لفيتها جامد انت اه برضه. رحت شوية فرنسا. شغل. ايوه ايوه. بالظبط. رحت فرنسا نيس، كل سنه بروح. ويعني هو سنه نيس وسنه امريكا، سنه نيس سنه امريكا. بنروح بقى للاباء الروحيين بتاع جراحين الكتف، طبعا. نتعلم منهم ونقدر طبعا. نستفيد. تيجي نسيب الجثه من فوق شويه ونمسك الجثه من تحت. الركبه. هتوديني فين؟ الركبه. تمام. اللي بتتكلم. اللي بتتكلم. الغضروف الركبه. حد عنده غضروف اتقطع، تمام، امتى ممكن نخيط وامتى مم. نستأصل؟ وهل ممكن يبقى مقطوع واسيبه ما اعملوش حاجه، ولا لا لازم اخد اكشن؟ انت قلت 3 حاجات. اه قطع غضروف الركبه. بالظبط. غضروف الركبه ده فدى المفصل. تمام. حلو. هو اتقطع نتيجه لفه جامده على بالظبط. الرجل الثابته. ناخد اول كاتيجوري، لعيب كوره اتقطع في الملعب، حصل له اصابه، قطع غضروف الركبه، جه بسرعه ده يتخيط، يتخيط. تعمل له اصلاح تمام. بالمنظار. حلو. وده بيقعد 6 اسابيع رجليه ما تلمس الارض. ولو هو في الريد زون، يعني القطع جه في الحته اللي فيها دوره دمويه كويسه، تمام. وتجيب بسرعه.
حط جنب جه السرعه. بسرعه، دي مهمه جدا، اصل احنا عندنا يعني ما جه ويزن 72 hours يعني احنا ماكسيمم الوقت يعني. عندنا مش بيبقى محسوب قوي في لا الوقت الحتت ده دي. مهم في كل حاجه. طبعا. جه واحد تاني عنده قطع في غضروف الركبه وبقاله 3 4 شهور سايبه، وفي اعراض ميكانيكيه في الركبه، يعني الركبه بتعلق. يعني لسه انا عامل عمليه لمهندس كيميائي شغال على سفينه غاز مسال، وعمل يطلع سلالم وفجاه ركبته علقت. لقينا قطع في الغضروف متساب بقاله اكتر من 3 شهور. خدت 3 بالمنظار شهور. خدت المنظار لقيت الغضروف مقطوع وجزء منه مقلوب ومعلق ما بين المفصل. احنا استأصلنا جزء بسيط جدا من الغضروف لان ما ينفعش الخيط انه طبعا. ابتدى اتهرى. خلاص كده مفيش تخيط. بالظبط. النوع الثالث اللي احنا ما بنعملوش حاجه بقى خالص، القطع التهتكي. ان انت سن فوق ال50 سنه حصل له قطع بسيط في الغضروف نتيجه الخشونه. سيده عندها خشونه بتلف لفه بسيطه سمعت صوت تك، حصل قطع في الغضروف. بنمشي معاه بالعلاج التحفظي، ده ممكن يتعيش بيه 70% من وتسيبه. الحالات بيهدى بيهدى. ما دام قطع مستقر. حلو. العلاج يجيب معلش، يعني ايه نتيجه. قطع مستقر ده؟ اللي هو ما بيتحركش في يعني؟ نوعين من القطع. اه. قطع مستقر يعني الغضروف مقطوع بس ثابت في مكانه، اه. ما بيقلبش وما بيعلقش ما بين بالظبط. العظمتين. القطع غير مستقر يعني بيخلي الركبه تبقى لوكت، تمام. فده اضطر اخش بالمنظار لازم واشيل الحته اخلص. المقطوعه بالظبط. من بالظبط. من الغضروف واقدر عشان احافظ على المفصل علشان ما تدهورش المفصل اسرع من كده. بالظبط. ودي الحاله الوحيده اللي بنعمل لها منظار في حالات الخشونه فوق ال50 سنه. فوق ال50 سنه. ما بنعملش منظار ابدا الا لو في الاعراض ده، تبقى الركبه تبقى لوكت وفي ميكانيكال سيمتومز او اعراض ميكانيكيه اه. عاليه. لكن الخشونه ملهاش علاج بالمنظار غير كده، او يبقى في قرحه كبيره ومحتاجين نوصل الدم للمفصل. انت بتعالج روماتويد؟ بكتشفه. تكتشفه. امم ما بتعالجوش؟ بيجي لي ناس كتير جدا عندها الام في المفاصل، امم. الام مفاصل بيروح دكتور عظم. طبعا. وعارف المثل الانجليزي يقول لك you cannot find what is not in mind. فاحنا عشان مركزين في موضوع الام المفاصل فليه باترن معين للروماتويد، والتيبس ليه باترن معين اللي هو الام الحوض. بالظبط. والحمد لله بنكتشفه بسرعه وبنعمل التحاليل وبوديه لدكتور مناعه اه. ان الروماتويد خلل في جهاز المناعه، فلازم دكتور مناعه هو اللي حلو. يعالج الروماتويد. بالظبط. لكن انا بعالج مضاعفات الروماتويد على المفاصل. تمام. بعالج مضاعفات الروماتويد، يعني مثلا مريض الروماتويد بيروح حصل له دكتور مناعه. مضاعفات. لا ما ارجوك ما تقفش عند مرحله بالظبط. دكتور المناعه، لازم ترجع لجراح عظام بالظبط. نعالجه من مضاعفات الادويه. اه. لانه ساعات بياخد كورتيزون حلو. وساعات بياخد ادويه ليها تاثير سلبي على المفاصل، والمرض نفسه ليه تاثير سلبي على المفاصل. مع علاج المناعه او العلاج البيولوجي اللي بيديهوله دكتور الباطنه، لازم جراح العظام يكون ليه دور كبير يحافظ لك على مفاصله. او ساعات كتير احنا بنعمل عمليه تغيير مفاصل بالظبط. او بنحقن المفاصل بالظبط. علشان نقلل تاثير الروماتويد بحاجات موضعيه. هو تغيير المفصل ده بقى، طالما دخلنا في القصه، تغيير المفصل ده معناه ان انا اشيل ركبه احط ركبه؟ ما هي ما تعاملش ركبتك كانها قطعه غير عربيه. ما انت ده بقى تغيير، انت ما انا بتحسسني ان انا بغير قطعه عربيه. بالظبط. اما تغيير مفصل لا. اشيل ركبه نحط مش ركبه شيل ركبه شيل ركبه صنفر حط توكل ربع على شيل الله. فانوس حط فانوس. ايوه. لا الكلام مش كده. لا الكلام مش ايه كده. القصه؟ القصه ان احنا بنسطح. بنسطح اسمه تسطيح مفصل الركبه. اصلا. هو في اللغه العربيه او توتال ني ريبليسمنت، ده اللغه الانجليش اسمها توتال ني ريبليسمنت. تمام. الكلمه الادق بالالماني بيسموها تسطيح مفصل الركبه. انا ما بغيرش ركبه، انت بتسطح مفصل الركبه. يعني ايه بقى؟ بتشيل السطح المتهالك وتركب له تلبيسه. شفت دكتور السنان بيعمل ايه؟ زي الكراون بتاع السنان كده. هو كراون بس للركبه، غطا بس بس. الناس بتترعب من كذا، يقول لك هشيل ركبتي. طب ما ممكن نفهم المعلومه صح عشان ما نترعبش. ما هو الناس مش ونقعد عارف الحاجات أسرع اللغط في بقى. افكارنا يا ايه. ايوه صح. ساعات البني ادم يبقى خايف من حاجه، طب خد المعلومه صح وبعد كده خد قرار صح. اعمل زي ما انت عايز. ما احنا طالعين الطلعه دي عشان نقول المعلومات الصح، عشان في معلومات غلط كتير بتتقال. يلا بينا. بس كده. طيب قول لي بقى المعلومه الصح. احنا بنسطح، بنقص، وبنشيل سطح المفصل. حلو جدا. وبنركب غطا للقصبه. حلو. وغطا لعظمه الفخذ. حلو. وبينهم ما يسمى الانسرت جميل. او البولي ايثيلين هو بديل للغضروف. وتاني يوم المريض بيمشي، ففي مثلا تاني يوم بيمشي. تاني يوم يقوم يمشي. تاني يوم يقوم يمشي. حلو. وحركته تبقى عاديه امتى بقى؟ تبقى عادي جدا يعني بعد قد ايه؟ ياخد فتره استشفاء 3 اسابيع حلو. لحد ما يفك الورز. وبعد كده تمارين بسيطه في البيت ويعمل علاج طبيعي 6 اسابيع كمان يقدر يرجع لحياته في خلال 6 ويكس. حلو جدا. بالظبط. طيب
طلعنا فوق شويه بقى عند الكتف تاني، معلش انا أنت- عمال أنت- طالعين نازلين، ما انا واخد لي بقى جسم الانسان فوق انا تحت، فراك تعبت. شويه، ما بعرف انا فراك شويه. ماشي. طلعنا فوق عند الكتف، شخص حصل له خلع، اوكي. بس مش خلع عادي، اللي هو بقى كوجة خلع متكرر ده. اه الصح بقى ان نخش منظار ولا نعمل جراحه ولا اي حاجه شغال ولا ايه الدنيا؟ بص بقى، الخلع المتكرر لو مريض اتخلع مره او مرتين او ثلاثه، يعني الانسجه الرخوه اللي حوالين او الشفه الغضروفيه اللي حوالين المفصل لسه سليمه، ممكن الجراحه بالمنظار تتم. حلو. لكن لو انا سبت كتفي بقى رايح راجع رايح راجع فترات طويله، بتخلع بالليل وانا نايم وبرده بايدي، والكبسوله بتاعت المفصل وسعت وابتدى اتحولنا من قطع في الانسجه الرخوه الى اصابه في الهيكل العظمي للمفصل، يبقى لازم نعمل جراحه مشهوره، عالم فرنساوي سماها لاترجي. 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 انا سمعت الاسم ده كتير. انت بتعمل ايه دي؟ دي عمليه جميله جدا. وانت عارف انا بتعلم جميله في جدا. بص فرنسا. انت بتقول، بص انت بتتكلم بحب ازاي عن القصه يا جماعه، والله العظيم مفيش كده، يعني بيتكلم هو حابب الشغلانه بالقصه، بيقول لك عمليه جميله جدا، ازاي كده؟ ما انا اعمل ايه بقى؟ ايه الجميله جدا؟ قولها لي طيب. بص، احنا فتحه بسيطه لا تتعدى 4 سم. حلو. بناخد عظمه من هنا اسمها الكوراكويد، وبننقلها بالعضله بتاعتها ونقلبها ونثبتها بمسمارين صغيرين. نفس فكره، عارف البيبان بتاعتنا بنحط ستوبه كده في الارض عشان عشان الباب الباب. اللي ما يرزعش في الحيطه، بالظبط نفس القصه. نبوظ الحيطه ويزعقوا لنا واحنا صغيرين، يا ابني ايوه ما يا ترزعش ابني، الباب، الحيطان يا حاج. ايوه الحيطان يا عم. ايوه. نفس الكلام، هي ستوبه عظمه صغيره بنحطها قصاد المفصل عشان كل ما يجي يتخلع يلاقي العظمه دي. بس الموضوع والله العظيم بسيط. العلم نور. العلم جميل، والله العظيم صدقني العلم نور. العلم جميل. طب بقول لك ايه، انا سامع كده في مرض كده عمالين يقولوا اسمه، انا مش عارف ايه القصه دي، ايه هاجلانت ده؟ في هاجلانت. حاجه في حاجه اسمها كده؟ اي حد عنده كده عضمايه صغيره كده ورا الاكيليس، ورا العرقوب بتاعنا من ورا، وبتوجعه وتورم وتحك في الجزمه ومش قادر يمشي ويصحى الصبح مش قادر يقوم على رجله، ده اسمها هاجلاند. دي بتطلع يعني ولا مولود بيها يعني؟ لا، بتطلع من عاداتنا الغلط. على عاداتنا الغلط. طب دي اسبابها ايه بقى؟ اسبابها قله شرب ميه، وحط تحتيها 30 خط، واملاح ونقرس، بيحصل ترسبات، وساعات بيترسب كالسيوم، بيعمل زي ترسيب عظمه، شوكه زي الشوكه بتاعت الكعب، بيحصل شوكه كبيره جدا وبتخنق وتر اكيليس، وبتعمل ليميتيشن الحركه بتاعت وتر اكيليس، لدرجه ان ساعات بتقطع وتر اكيليس اصلا. ياما عملت عمليات اصلاح قطع وتر اكيليس بسبب ناس كان عندها هاجلاند وقطع وتر اكيليس. وبيكتشفوه ازاي ده طيب؟ ما تستهونش بالالم بتاع الكعب. اي حاجه مشكله يروح. بالظبط. وممنوع تماما حقن كورتيزون جوه الوتر، لكن ساعات بنحقن بره الوتر. حلو. وساعات بنحقن بلازما، وساعات بنحقن هيلورونيك اسيد. حلو. لكن ممنوع نحقن كورتيزون جوه الوتر، ممنوع. لكن ممكن نحقنه حوالين الوتر. ثانيا، دور على السبب، ما بتشربش ميه اشرب. صح. اكلك املاح قلل، غير نوع الشوز، ما تقلل وقفتك، اعمل كمادات تلج. صح. عرفت عم هاجلاند؟ ده والله اسماء غريبه برضو، ما مش اسماء تتقال برضو. مش مش اسماء تتقال برضو. طب بما كده. انك انت بتتكلم عن الحقن والكلام ده، انت اصلا مع حقن المفاصل ولا شايف ان ده اجراء في السلام عليكم؟ بص، حقن المفاصل وسيله وليس هدف. وسيله لايه بقى؟ ده تول للهدوء. حلو. ساعات بعض الناس متخيله ان الحقن ده خلاص انا حقنت يبقى لازم ابقى سليم، لا. هو حل من ضمن الحلول. حلو. ساعات عيانين بيجوا لي عندهم خشونه في الركبه، وببتدي نكتب لهم علاج، وبعد ما بناخد العلاج واقول لهم انت كمان اسبوعين ممكن نعمل حقن موضعي، بلاقيهم يقولوا انا كويسين، خلاص ما تحقنش. يا دكتور ده انت كنت قايل لي هحقن الاسبوع اللي جاي. مش بقيت كويس؟ قال لي خلاص. والالم راح؟ قال لي خلاص ما تحقنش. قال لي هو مش العلاج في الحقن؟ قلت له لا، الحقن جزء من الخطه اللي بيرسمها لك الجراح بتاعك اللي بيكشف عليك. لكن انت تيجي من الباب يلا خش احقن على طول، لا. ولا اتعمل لك تحاليل، ولا شفت انت عندك سكر ولا لا، ولا شفت الركبه دي فيها ارتشاح ولا لا. مش عايز اثير الجدل يعني، بس ده بيحصل. ما ده مش صح. يعني ما هو ده احنا بنشوفه منين بقى؟ بيجي لي حد راح حقن بسرعه، ما اتفحصش كويس. انت عارف الركبه لو فيها ارتشاح وحقنت ماده جلاتينيه تتعب الركبه اكتر طبعا. مفيش حقن على ركبه ملتهبه، لازم الركبه تهدى. وساعات الركبه بيبقى فيها خشونه، ومش الخشونه هي اللي عامله الالتهاب. ساعات مرض عنده خشونه وعنده نقرس كاذب. نقرس كاذب يعني في املاح مهيجه الام الخشونه،
بالظبط. فانت عمال تعالج الخشونه اللي هي مش السبب اساسا. هي دي نفس فهو القصه. الوسيله، هو وسيله. ومش كل حد يا ومش جماعه زي ما الدكتور قال نفس يعني مش بنت خالتي حقنت فبقت كويسه فانا اروح عشان ابقى كويسه، مفيش الكلام ده طبعا. لا، كل حد ليه كل قصه. واحد ليه قصته وليه طريقته، واللي ينفع معاك ممكن من غيرك ما ينفعش، جدا عادي. والحقنه المناسبه ليك مختلفه عن غيرك. صح. فيا ريت احنا نطلق العنان للجراح ونثق فيه. يا سيب الشغلانه نسيب القصه القصه للدكتور احنا بقى. اللي احنا بنعمل تيرورنج، يعني بنفصل لكل عيان. يعني مش كتاب الخشونه بيقول 1 2 مفيش 3 الكلام نكتب. ده. أيوة. كل مريض وليه طريقته، صح. وكل ممكن 2 مرضى و2 عندهم خشونه والاتنين خشونه متوسطه، وده كتب له علاج وده كتب له علاج تاني خالص. صح. صح. بس ده بيرجع بقى لحاجات كتير جدا، الخبره طبعا. واللي اتشاف والنتائج صح. وردود الافعال. صح. يعني في مريض مثلا عنده خشونه في الركبه بيستريح جدا جدا بتمارين صح. بس. صح. وفي واحد عنده خشونه في الركبه ونكتشف ان الالام اللي في ورا الركبه ديت مش من ركبته اساسا، من ظهره. ايه القصه دي بقى؟ ما هو الظهر بيسمع في الركبه والركبه بتسمع في ما الظهر. انت القصه دي غريبه قوي، يعني ليه؟ حد ركبته وجعاه انت ظهرك تعبان. ايوه، باشا انا ركبتي وجعاني. ما هو عصب الركبه تعبان دي لفه. والعصب طالع من الظهر. ما دي مش اي دكتور برضو، يعني ده ما عايزه هو قصه برضو. عايزه وقت، عايزه حد عايزه يسمع خبره. يسمع المريض كويس، اه ويعملوا زي ما قلت لك جيت اناليسيس، صح. كومبلين اناليسيس، والفحص السريري. صح. يفحص العيان كويس، لان هو بالفحص السريري هو الكشف. صح. لكن في عيان مثلا يجي لك عملت 3 رنين وعملت 20 اشعه وعملت 6 مش عارف ايه. بالظبط. طب عشان خاطر سيبنا اكشف. تكشف ليه يا دكتور؟ طب ما الاشعات عندك. ايوه انا لسه هنكشف. ما هي ما ما عنديش وقت. بتتكلمش. ايوه صح. ما هي الاشعات ما بتنطقش. صح. اللي بينطق مفصلك اللي بينطق، صح. والكشف اللي بينطق. صح. فهو الاشعات ليس غنى عن الكشف. صح. المريض هي مفصل هو اللي فعلا بيتكلم وبينطق وبيشخص نفسه، مجرد ان احنا نسمعه كويس. صح. بس نروح شويه للركبه. انت وديتني كتير. معلش وانا مش هسيبك النهارده، مش عارف اتلم عليك تاني، انت بتاعي النهارده. قول يا باشا. الرباط الصليبي. دماغنا رابطه الرباط الصليبي بلعيبه الكوره. تمام. لعيب الكوره رباط صليبي. هل في شخص طبيعي ممكن يبقى ماشي كده يجيله رباط صليبي عادي؟ طبعا عادي، مش لعيبه الكوره عادي. بس. ده انا مره عملت عمليه لواحد رباط صليبي وزنه 130 كيلو، اه فني تكييف، نازل من على السلم بيركب تكييف، رجله لفت. رجله لفت بسبب الوزن. طبعا. تك 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 قطع. كل سنه وانت بتطيب خلصت. قلت له يا عم خس، ما خسش. اه عملت له الرباط وكان ايدينا على قلبنا والحمد لله عدى وزي الفل دلوقتي. واحده ست مثلا ام بتنزل ولادها وعندها ضعف في العضله الرباعيه، نزلت نزله جامده جدا من العربيه، سمعت صوت طاقه جامده جدا، جالها قطع في الرباط الصليبي، تعمل لها عمليه. مع ان الستات عندهم اوتارهم اضعف من الرجاله، لكن اليونج ايج العمليه بتنجح معاهم جدا. ايه السن او اصغر سن يعني انت عملت له عمليه منظار ركبه؟ 10 سنين. 10 سنين؟ لسه عاملها له من 6 شهور. اصغر سن 10 سنين. كان ولد بيلعب سباحه ورياضي جدا، وعنده عيب خلقي في الغضروف، ان الغضروف بتاع الركبه تخين ديسكويد، هو المفروض اسمه غضروف هلالي. في بالظبط. بعض الاطفال وبيكبروا بعيب خلقي ان الغضروف ما بقاش هلالي، بقى طبقي، بقى تخين. فلو انت ام وبتسمعي صوت ركبه ابنك تاك، صوت واحد بقى، ما ده احلى لغات الركبه. بالظبط. هي بتغني هي. ايوه ده طبعا. صوت واحد بس تاك، والولد بيشتكي بألم، اعرف ان ممكن يكون ده غضروف طبقي تخين. فجالي الولد وكشفت عليه وعملنا له، صغرنا الغضروف بالمنظار، بس كان اصغر سن عملت له عمليه 10 سنين. صغنون خالص ده بس بقى جميل ورجع السباحه ومبسوط بيه قوي والحمد لله عدت على خير. الحمد لله. الستات، لا هنسال في الطب. انت دوك كاست مش ستات. هنسال في الطب، انا قلت لك هنروح ايه الستات اكتر عرضه دايما كده؟ ستات هشاشه عظام، الستات التهاب اوتار، اكتر ناس بيحصل لها القصص دي والتهاب الاوتار وكده، ليه؟ بمناسبه الستات يعني جالي الاونه الاخيره شويه حاجات كده غريبه جدا، ان بيجيلي مثلا ناس بتجيلي العياده ماشيه يعني يانج ادلت، تلاتينات، لسه والده ورضاعه، وفجاه يجيولي بمشايه. تخيل بقى 30 سنه وداخلك بمشايه. ايه اللي حصل؟ وماشيه وهي جايه متشخصه، ماشيه الفخذ، ماشيه ايوه واخد بالك، مش جايه بكرسي متحرك، ماشي. تعمل لها اشعه تلاقي فيه كسر اجهادي في مفصل الفخذ. ايه ده؟ طب ايه اللي حصل؟ هي كان اوريدي عندها انيميا وعندها نقص كالسيوم، نقص فيتامين دي، جت بقى الرضاعه والولاده قضوا عليها جالوا القضيه. الجسم بقى يسيبها
لا، الكالسيوم ما ينفعش يقل في الدوره الدمويه. صح. تقوم جايه الغده الجردرقيه واخده من البنك بتاعنا، البنك اللي هو ايه؟ العظم. طبعا. واخده الكالسيوم من العظم علشان ما يقلش في الدم. يبقى فضت مين؟ كل سنه وأنت طيب العظم. كده، خلص العظم انتهى. مين اللي فضاه؟ الغده الجردرقيه. حلو. حصل نشاط للغده الجردرقيه ادى الى ان العظم يتكسر كسر اجهادي. اجهادي. من كتر ما هو هش اتكسر لوحده. ايوه، هما ده دايما في الحتت دي تيجي بقى تعمل فيتامين دي تلاقيه 3. السلام عليكم. كالسيوم تلاقيه كويس علشان الدوره الدمويه، لكن هو نقص كالسيوم شديد بالظبط. ادى لوجود كسر اجهادي. دي بيتعالج، مفيش عمليات ولا بالظبط. حاجه. تاخد علاج كالسيوم، تاخد علاج فيتامين دي. ساعات بناخد راي دكاتره الاندوكراين او دكاتره الغدد بالظبط. بيبقوا معانا، ويبقى في هارموني ما بيننا وما بين دكاتره الغدد. دايما يبقى في معانا دكاتره بطنه، حلو. ويبقى لينا ريفرنس من العيان يروح لهم ويروح لنا، ونظبط مع بعض روشته واحده والعيان يمشي عليها، والحمد لله بتحسن. حلو قوي. كلنا عارفين، ننزل بقى تحت شويه معلش. النقرس، ما انا هنفضل رايحين جايين مش هنسيب بعض. ماشي. احنا عارفين النقرس، في حاجه اسمها النقرس الكاذب بقى، عشان دي بسمعها برضو، ده ايه القصه؟ هو النقرس نوع من انواع الاملاح. حلو. لو هو يوريك اسيد ليه اماكنه اللي بيترسب فيها، زي الصبع الكبير، زي الكعب، زي اوتار اكيلس. ساعات في املاح شبيهه للنقرس بنسميها سودو جاوت، دي بتترسب في الركبه. يعني لسه جايه لي حد عند الام عنيفه في الركبه، حلو. وكان حد ده عايز يخش بالمنظار، لكن بالكشف لقينا فيه ترسبات زي الحصويات. هي تعتبر نوع من زي الحصوه، حلو. وبتترسب في جوه الركبه. مجرد ما خدت علاج السودو جاوت، خلاص الامور بقت كويسه ومن غير عمليه غير حاجه. وخلاص. هو تركيز بس. طيب نطلع بقى فوق شويه. الم مفصل الحوض والم الفخذ، ايه الفروقات ما بين الاثنين؟ برضو بالمشي. المشيه بتاعه مفصل الحوض، المفصل الحوض او الساكرو إلياك جوينت ده اللي بينقل الحركه من الظهر للفخذ. حلو. يعني انا بتحرك بظهري، يجي الخطوه بتتنقل لمفصل الحوض يسمع مفصل الفخذ. لو انا عندي مشكله في مفصل الحوض، بتلاقي نفسك ستيف مخشب، حلو. مش عارف يوطي يلبس رباط الجزمه، حاسس بتخشيبه. امم. مفصل الفخذ بيبان بالزكه وانت ماشي. بتزك. مفصل الحوض اللي هو المفصل اسمه ساكرو إلياك جوينت بيجي مع الامراض المناعيه اللي هو التيبس. وده زاد جدا جدا في الاونه الاخيره. حلو. برضو ده من بعد كورونا، بس مش من الكورونا بقى. تخيل اياد الامراض المناعيه زادت جدا من ايه؟ من ايه بقى؟ من التطعيم. من تطعيم الكورونا؟ يس. يالله ده طعمت. ايوه بس ليها سايد افكتس، ما تلحقناش، ما عملوش دراسات كافيه عليها. طب وبعدين؟ في ناس كتير جدا جالها جليان باريه مثلا، لو مرض مناعي في الاعصاب من التطعيم. وفي ناس ابتدى يجي لها بقى تيبسات في المفاصل من التطعيم ذات نفسه. بس فاحنا بنعاني من اثار او خلل جهاز المناعه من التطعيم نفسه ومن الكورونا ذات نفسها. الكورونا بهدلتنا جامد والله. جدا جدا. الحمد لله. تعال نروح بقى للكسور، بما انك ملك التقنيات الحديثه، وانا دايما بقول كده، ايه التقنيات الحديثه والتكنولوجيا الحديثه في تثبيت الكسور؟ تثبيت الكسور دلوقتي في شرايح شكل العظم دي ما كانتش موجوده من 10 سنين. يعني كل كسر وليه شريحه شكل العظم. شكل العظم. زمان كانت الشرايح بمعدن الستانلس، دلوقتي هي تيتانيوم لو بروفايل. بس هو السؤال بقى التكنيك الجديد اللي هو لما اجي اركب شريحه لحد سنه 70 سنه وعنده هشاشه جامده في العظم، هيستحمل المسمار ده؟ فعاملين تقنيه اسمها ذاتيه الالتقاط او لوكت، ان المسمار لما يجي يثبت العظمه السليمه اللي فوق الكسر ليه شكل معين، ديزاين معين، بحيث يعمل لوكينج سيستم، فبيبقى ريجيد جدا، يبقى قوي جدا. يبقى اسمها ذاتيه الالتقاط، بتبقى قويه جدا وبتخلينا نقدر نعمل تثبيت باناتوميكال بليت، شرايح شبه شكل العظم بالظبط، وعن طريق فتحات صغيره، مش لازم ابدا يبقى فيه فتحه كبيره خالص. وبالتالي رابيد ريكفري، هيلينج، ريهابيليتيشن اسرع، نتيجه احسن. انا مش هجهدك معايا، انا عارف انت وجهت النهارده، بس انا اخر حاجه الكوع بقى، ما اتكلمناش عنه بقى. يعني الكوع، الام الكوع بقى المزمنه دي ملهاش حلول؟ الكوع يعني لو انا عندي الم في الكوع ممكن يكون يا كوع تنس يا كوع جولف. مش لازم اكون بلعب تنس، بس لما اكون بشقى بايدي كتير. حلو. لو الالم جاي من بره ده اسمه كوع تنس، التهاب اوتار الكوع الباسطه لليد. حلو. لو الالم من جوه اسمه جولف البو، التهاب اوتار الكوع القابضه لليد. حلو. بيجي زي لعيبه الجولف، او يجي الناس اللي بتشيل كتير. جميل. الناس اللي بتزق كتير، او ناس بتدي ظهر ايديها كتير، ده اسمه كوع التنس.
حلوله كتير، بس انت لازم تدي وقت لكل حل. يعني خد علاج كويس، شوف انت ايه اللي بيجهد دراعك وابعد عنه. بالظبط. ساعات الحقن بيكون بكل انواعه، اه حقن كورتيزون موضعي، حقن ماده جلاتينيه، حقن بلازما بيجيب نتيجه، حقن اوزون بيجيب نتيجه، ساعات الشوك ويف موجات تصادميه بتجيب نتيجه. كل ده بيجيب نتيجه. ولو ما جابش نتيجه، في جراحه بسيطه بتتعمل لكوع التنس، ودي جراحه ناجحه جدا. انت كل جراحاتك ناجحه يا دكتور. تعيش. انت نورتني جدا ميرسي وشرفتني، ميرسي يا اياد، وانا ربنا يخليك. مبسوط قوي 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 ان انا قاعد معاك النهارده، فرصه وعلى فكره سعيده. هتتكرر تاني، عندي كميه اسئله كتير جدا لسه ما ربنا يخليك، خلصتهاش. ميرسي يا حبيبي. نورتني في دول كويس يا دكتور. ميرسي ميرسي شكرا يا ميرسي. دكتور.